سياده المستشار يا جدعان، اقسم بالله ما قصر بجد والله العظيم. كلمتين يعني لخص الموضوع كله في كلمتين والله العظيم. الراجل تعب معايا قوي، بس بجد بجد اقسم بالله كمان مره انا ما لقيت احسن من المرافعه بتاعته بجد والله. والف مبروك ليك قبل كمان. حبيبي يا ربنا يبارك لنا فيه. اقسم انا بالله بص يا جدعان، عايز اي حاجه. المستشار بتاعي الصراحه لما قلت له تعالى في لحظه عشان انا عارف هو اللي هيطلعه، اقسم بالله ما تاخر في دقيقه كان عندي. الحمد لله الحمد لله. وده اخويا، وانا قلت مش هسيبه لو ده انطبقت السما على الارض، مش هينفع اي سبب من الاسباب اسيب ده حتى لو ايه ما حبيبي يا أحمد، ينفعش. اقسم بالله حبيبي ما روحتش بيتي اللي عندي النهارده وعيد ميلاد النهارده كله عارف والله. ما رضيتش اروح الا لما يمشي كده اسفلت زي اي حد. اتكلم مع ناسك. تسلموا لي والله يا جدعان، مش عارف اقول لكم ايه. اقسم بالله انا عارف ان في ناس كتير قوي زعلت عليا وفي ناس كتير قوي سالت عليا. كلمتين انا اقولهم دول يعني، على قد ما انا مبسوط ان انا طلعت، على قد ما انا زعلان ان في الدقيقه دي عرفت مين بيحبني ومين ما بيحبنيش، مين سأل عليا ومين ما سألش، مين جه ظهر. بس الناس اللي وقفت جنبي بجد، لان احمد ظاهر قدامكم يعني، انتوا اكيد بتشوفوه كتير يعني. تمام. الراجل ده اقسم بالله ما قصر معايا والله العظيم ثلاثه، ما قصر معايا بربع جنيه. ابو الرجوله وصاحب صاحبه، وراجل عارف يعني ايه عيش وملح، وصان العيش والملح فعلا واقف جنبي. لو واحد غيره زي العيال اللي ملهاش لازمه دي، مش عايز اذكر اساميهم اصلا عشان فعلا ما لهمش لازمه. تمام. بس عادي، خلينا مبسوطين. سهله. هي الدقيقه فعلا بتعرف كل واحد مين معاك ومين عليك، مين فرحان فيك ومين شمتان فيك برضه. الحمد لله يا اخويا. خد يا احمد عشان انا تعبان قوي. الله يسلمك. انا جعان قوي يا جدعان، انا جعان قوي بقالي 3 ايام ما اكلتش كتير. مش مشهور ده. انت ايه الدنيا؟ عايز اروح اغير يا اسطى واكل عشان انا كده 3 ايام. تاكل الاول اكلك الاول كده 100 خلاص كده يعني. اعيش ما تعيش كده. الناس مطلعه اشاعات ان انت خدت 4 ايام وحاجات كتير خلاص. لا والله. والله الدنيا مقلوبه. لا والله 4 ايام ولا حاجه يا جدعان. ساعتين المستشار ساعتين زمن بس والله العظيم. اقسم بالله دوبك جه قال لي كلمتين. الحمد لله احنا عديت على خير. والله العظيم مبسوط له والله. انا مبسوط له يعني عشان على الغلبان، وانا مبسوط له والله. وبشكر كل الناس اللي سالت عليه فعلا. انا ما رضيتش اقول لحد، الناس فضلت تهبط كتير وخد 4 ايام وانا ساكت ما بتكلمش. وده يقول لك انا هحبسه وانا حبسته، وده حبسه وده حبسه وده حبسه. احبس يابا، بس وراه رجاله ما تقلقش يعني. وراه رجاله ما تقلقش مع المستشار. حبيبي والله العظيم ما قصرتش في اي حاجه خالص، اقسم بالله قد الدنيا كلها. ما عملناش غير اللي كام يوم طلعت شتمت فيه بجد، قلت الفاظ ما تنفعش. فالحمد لله يعني. مش عارف الناس كانت مستنيه ان انا ما كانش ينفع ده يعني. الحمد لله الواحد بيشكر طبعا وزاره الداخليه، هي شافت شغلها بما يرضي الله وهو غلط. وبنشكر القضاء طبعا، يعني القضاء برضو الصراحه ما قصرش في حاجه وشاف الصح وعمله، واحنا كلنا في ظهر البلد يعني. وهو غلط واعترف بغلطه وخلاص والحمد لله يعني. وبنشكر محمود بيه الشاهد، الصراحه ما قصرش في حاجه. رئيس مباحث اسمي تاني، راجل محترم المحترم اقسم بالله ما قصر في حاجه قسما بالله. واحنا بنشكره من هنا والحمد لله. انا عارف ان في ناس كتير اتصدمت وناس بتتصدم. يا شعوذه في ناس كتير اتصدمت يا شعوذه وبتتصدم، وفي حاجات كده، في حاجات كتير بتحصل كده. وياخد 3 سنين و5 وبتاع، وخد 4 ايام. بتاع العيش الفينو ده. في فيديو لسه في عيش فينو. هيظهر كمان شويه. اخواتي يا عم اقسم بالله. رجاله واحمد الشيخ الرابع. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم يا اخواتي والله. شكرا تسلموا لي والله. الناس دي كلها مستنيه. تسلم والله يا احمد. انا بص طالع عيني يا اسطى. انا عارف والله ان انت طالع عينك وعارف انت تعبان، بس الحمد لله احنا وصلنا للشارع تاني. حاجه حلوه. خلاص بقى. حبيبي يا رحال. الله يسلمكم يا جدعان، الله يسلمكم يا اخواتي. كل الناس دي سالت عليك، ما فيش ولا واحد من الناس دي ما سالش عليك. كل الناس دي كلها سالت عليك اخواتي والله. وانا قلت لهم هيطلع
سيادة المستشار هو زي ما هو. مستشار محمد البحيري برضه. مستشار محمد بحيري اقسم بالله. بس عليه يا اخواتي تعالوا كده يلا بينا كلنا هنا عشان ناخد سيلفي. يا عم اخواتي الله يبارك فيك يا عم. بصوا بقى يا جدعان الدنيا كلها اقسم بالله فراوله شويه ابعت. احنا كده زي الفل وزي العسل. اخواتي واسلام الشيخ وخالد الدعاء كله ما فيش حد الناس يا جدعان الجدعه. يا جدعان كلمة واحدة هقولها في حق يعني اصحابي. انا ما كنتش عايز اقول كده في لايف بس عشان الناس بس تبقى فاهمة الدنيا ماشية ازاي. حبيب قلبي اللي جالي وقف نص ساعة ومشي احمد صبري وبوفن، وانا ما بنساش احمد صبري وبوفن، والراجل ده وقف معاه من ساعة ما اتحبست. غير كده انا ما عنديش اصحاب جدع انا ما عنديش اصحاب. كلها جدعت امتى بقى لما تمام. احمد صبري رن كل عليا. واحد قال يلا نفسي، وكل واحد قال انا خايف اتحبس، وكل واحد مش عارف ايه. والناس ده انا دخلت بيوتها واكلت عيش وملح معاه. انا ماليش اصحاب غير الراجل ده الناس كلها واخواتي بترن والناس اللي انا عليا. شفتها بعيني. تمام. عليا بعدها. والراجل الجدع ده برضه عشان ايه؟ عشان الناس اللي كانت بتقول انا زعلانين منه وبتاع. لا الراجل ده اخويا الكبير ويابا احلى طنطا اقسم بالله. احمد الشيخ يا سويسي يا اسطى احمد الشيخ اخو احمد الشيخ. اخواتي والله يا جدعان. اخويا تعالى يا مستشار حبيبي يا هنا علاء. يا مستشار ايوه يا جدعان. تمام عدت يا عم الحمد لله. نص ساعه عرف بس الناس اللي كانت بتهلف الدين الاربع ايام يا عم 4 ايام دخلنا بس زياره كده ورجعنا تاني عادي. المشكله يعني سلمنا على اصحابنا. سلمنا على اصحابنا جوه طلعنا. هم 4 بس 4 بالحب عادي 4 بالحب كده. حبس للجدعان يا اخواتي، حبس للجدعان. ربنا يفك على كل راجل جدع. محمود بشاد ده لازم، ده لازم. بس انت هتتكلم بقى. لا اتكلم اتكلم انت معايا ما تخافش. محمود بشاد يا جدعان رئيس مباحث اسم تاني، اقسم بالله العظيم من انظف الشخصيات في واقف العشر. معايا اقسم بالله. من انظف بص واقف معايا كان بيعاملني احسن معامله ورب الكعبه، من انظف وكان زعلان الشخصيات عليا في العشر كمان. من رمضان. محمود بشاد رئيس مباحث اسم تاني، اقسم بالله قائد بمعنى الكلمه. قسما بالله العظيم فاتح بابه لكل الناس وبيسمع كل الناس، راجل محترم قسما بالله. القاده بتاعتنا يا جدعان في العاشر فعلا محمود بالشاهد راجل محترم جدا 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 جدا. فانا بشكره من هنا عشان هو ما اثرش معانا ولا اثر معايا والله العظيم. عاملني بكل احترام وادب وهو بيفرق يا اسطى. واحمد كده برضه في الاول والاخر بيعتذر لوزاره الداخليه على اللي حصل ومش هيتكرر تاني. خلاص كده ما عادش مش هيتكرر اي غلط تاني، مش هيتكرر تاني. وهو بيتاسف وبيقول مش هيحصل تاني، هيبقى كل احترام وكل ادب بعد كده ومفيش اي غلط هيحصل. واحنا كده ان شاء الله في ظهر بعض. الحلوه والمره قبل الحلوه اللي هو ده الطبيعي بتاعنا. ذوق سله بتقول كده. المهم يا جدعان يعني كلمتين كنت عايز اقولهم قلتهم مره واقولهم تاني. الناس اللي وقفت جنبي احمد الشيخ ده الواحد اللي اتقال عليه صاحب اخويا كراني. مش عايز انسى حد من اخواتي. انا كده مش لازم اقول لهم يعني هم يعني انا عارفهم على ايه. مش لازم. الناس دي بره السوشيال ميديا مش في السوشيال. انا يا جدعان كنت سايب الناس بتهبد وناس كلموني كتير. هو خد 4، هو خد ايه وانا ما بردش. انا كل اللي انا بقول خير. وانا انا عارف ان هو من بدري هو خارج على فكره من امبارح يعني انتوا فاهمين. وانا سايب الناس وبتاع. فاحنا الحمد لله هو غلبان والله العظيم غلبان اقسم بالله. كلام بقوله في حق صاحبي هو غلبان ملوش حد. يلا يا حبيبي طب اركب يلا. التليفونات في النيابه ولا فين؟ في النيابه هنقدم طلبات وهنجيبها شباب. يا رب يا جدعان الناس تكون مبسوطه. وللناس اللي بتحبنا احنا مش عايزين حد غير اللي بيحبونا بس. فالحمد لله احنا اهم حاجه بس الناس اللي بيحبونا احنا عايزينهم معانا مش عايزين حد ثاني بس. خلاص كده يعني. وكل الناس اللي كانت بتطلع تهبد وفي شويه ناس كده ما لهمش 30 لازمه في الحياه طلعوا قعدوا يهبدوا برضه ويتكلموا. واحنا اللي حبسناه واحنا اللي عملنا المحاضر على الانترنت. واحنا اللي حابب اقول لك يا حبيبي شعوذه لما جيت اتحبس علشان خاطر سب الدين في لايف. وهو اتحبس عشان خاطر كده وزاره الداخليه قامت بالواجب ونزلوا خدوه. لا محامي
ولا اي حد خالص حبس شعوذه، عشان الناس بتبطل هبد، ولا اي حد من اللي بيطلع على السوشيال ميديا هو اللي حبسه. الراجل لما غلط وزاره الداخليه نزلت جابته على طول وقتي، عشان دي سب دين وبتاع، ما ينفعش يعمل كده. فيخلي اللي يهبد يهبد واللي يهري يهري، كل ده هري وكل ده هبد. تمام. بس واحنا الحمد لله كده في خير وسعاده والحمد لله. تليفونك عمال يرن وانا عيد ميلادي النهارده. كل سنه وانت طيب يا كبير. والله العظيم عشان كده عم بقول لك تليفونك عمال تليفونك يرن يا عم. محدش قال لي كل سنه وانت طيب غير المستشار وكروني. انا قلت له كل سنه وانت طيب، بس هو لسه ليه هديه. ايه الهديه بقى؟ والله ما عارف، بس شكلها كيس بن. وعليكم السلام. عيد ميلاد احمد الشيخ النهارده صح زمان دول. ايوه كل سنه وانت طيب. بجد؟ ما تطلعش من حد ما تعرفوش. انتوا طيبين يا حبايبي يا رب. ايه يا قلبي؟ انا الوحيد اللي اقدر اعمل كده. تعالى يا صاحبي. تعالى معاك والله. لا لا لا، ده في الفرح بس. في الفرح؟ طب ما نعتبرك عريس. لا لا يا اي حد سال انا كده كده سال ما سالش. مش مشهور، ده مش مشهور. هو تليفوني فين معاك؟ ماشي. معاك. طب ما تجيبش او هاته هتلاقيه في العربيه. ولا حد رد طلع يستاهل. بعت ايه؟ لا ده حاجه تبسطك يا صاحبي، حاجه فرحتني وحاجه فوقتني. طب انا ان فتحت جستات الدنيا هتخرب عليك. ناس كتير والدنيا هتخرب وانت يا احمد يلا يا حبيبي. يلا الدنيا هتخرب. احلى محمد سعيد يعني. في ناس كتير، لا في ناس هتسلم عليك كتير في الجستات كتير. مش مشهور ده. انت ايه الدنيا؟ عايز اروح اغير يا اسطى واكل عشان انا كده 3 ايام. تاكل الاول اكلك الاول كده 100 100 خلاص كده يعني. عايش ما تعيش كده. الناس مطلعه اشاعات ان انت خدت 4 ايام وحاجات كتير خالص. لا والله. اه والله الدنيا مقلوبه. لا 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 والله 4 ايام ولا حاجه يا جدعان. سياده المستشار ساعتين زمن بس والله العظيم اقسم بالله. دوبك جه قال الكلمتين. الحمد لله احنا عديت على خير. طلع الحمد لله احنا زي الفل. طب خد انت واركب انت عشان ما تعالى. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم يا اخواتي. الله يسلمكم. هتستنونا ولا قاعدين ولا ايه الدنيا؟ انا هروح اودع البيت اغير هدومه. يلا هنمشي ورا بعض زفه؟ اه هيغير هدومه ويرجع ولا ينام ولا ماشي. دين امي. احنا لسه ما عملناش الفيديو ولا عملنا اي حاجه. اعمل الفيديو تعالى. ايه يا قلبي؟ تعالى يا محمد عصام. تعالى بقول لك ايه، ننزل اسكندريه النهارده. معكروني. انا عايز انسى ال3 ايام دول. نسيوني. انا عايز انسى ال3 ايام دول. هنسيهم لك بس انزل لي دقيقه بقى. انزل مع دقيقه. ماشي يلا. اقام الدبابه. خدني جنبك. ما انت تخين قوي يا كران. انت اللي مش عامل الكرسي. ايه ماسك الموبايل عمل شعوذه شويه وانا شويه وكران شويه، فده واحد غريب كده مش فاهم ما بيطلعش الاهباط ولا بيفتح. راح جاي يعمل الموبايل كده قال لي قول كده. راح سايبه وماشي. الله يا جماعه. روح ايوه روح صح. روح مش مشهور. الحمد لله يا جدعان، الحمد لله والف حمد شكر لك يا رب. صاحبي خرج بالسلامه الحمد لله. كده احنا زي الفل وميت فل وعشرة. ويا ريت الناس اللي بتحبه
تدعي له ان ربنا يهديه، واللي ما بتحبوش برضه تدعي له ربنا يهديه. ادعوا له يعني، اللي ما بتحبوش يا عم ادعي له خلاص يمكن ربنا يهديه. فاهمين قصدي؟ الناس اللي كانت دايما بتسالني بتقول انت واقف جنبه ليه؟ عمل مشاكل معاك؟ ما عملش حاجه معايا، هو الراجل عمره ما عمل معايا حاجه غلط الحمد لله. ده في الاول والاخر صاحبي ومحسوب عليا واخويا الصغير. اي قرار بيتاخد من تربيه ابوك ليك او من تربيه بيتك ليك. في اي حاجه ما تشغلنيش. ده في الاول والاخر واكل معيش وملح في بيته، بيت ابوه وصاحبي، وياما رحنا وجينا مع بعض. فمش هينفع اي سبب من الاسباب ان انا اخسره الصراحه، او ان انا ما اقفش جنبه، لان ده واجب وفرض عليا. يا عم ده فرض عليا غصب عني، لازم اعمل كده والله. مش مجامله في حد، بس هو ده فرض عليا، لان ده صاحبي في الاول والاخر. تمام. اقفل الباب ده يا دقيقه. لا اقفل الباب اقفل الباب. خلينا عشان نمشي يا عم. مين اللي ورايا؟ محمد ياسر. مين؟ ماشي. انت صاحبنا؟ ماشي خليه. قلنا احنا بس راجل ابو كلابوزه ده. كلابوزه انا هروح. عايزين نخش والله في دلوقتي نشوفه بيقول ايه ولا هروح له. زمان قفل اللايف ويتفرج علينا دلوقتي. تمام. فاي الناس اللي كانت بتدخل تقول اي خلاف ما بينه وبين شعوذه، انا يا جدعان الكلام ده اصلا مش في دماغي خالص نهائي. انا في عيش وملح ما بيني وبين الراجل ده، وده صاحبي، ومهما الدنيا تيجي عليه او كده لازم انا اكون موجود قبله. تمام. مش عشان خاطر ظروف ولا لا خالص والله، بس ده صاحبي، هو محسوب عليا صاحبي، انت هتعمل ايه خلاص. فانا في المره قبل الحلوه معاه. فما كانش ينفع انا في الاول والاخر ان انا اقصر معاه في اي حاجه، ده ما ينفعش لان مش تربيتي كده خالص. وانا عارف ان هو طيب وغلبان، وعارف ان هو اتسوح في حاجات كتير، وانا حذرته وبتاع، بس يلا الحمد لله عدت على خير، والحمد لله ان هو طلع وبقى زي الفل. وانا مبسوط والله العظيم. والله العظيم انا مبسوط بيه. انا مبسوط بيه اكتر ما هو طلع، لاني كنت واخدها ما بيني وبين نفسي عند، والله العظيم عند. والحمد لله خرج لابس احمر اهوت وبتاع يعني ليله حلوه. ليله حلوه. يا جدعان، احمد الشيخ النهارده عيد ميلاده، كلنا نقول له كل سنه وانت طيب، بدل الفرحه فرحتين. والله. وسايب العيال في البيت بس اعمل ايه؟ مش هينفع. هم دول اللي وقفوا معاه، انا عارف اللي وقفوا لك ويابا وعملوا كل حاجه معانا، والولا بيز رجالك سهله الدنيا كلها. مفيش حد من اللي انت كنت بتطلع معاهم بالك على اللي انت بتطلع معاه انت وشطه لما عرفوا على يا اسطى. مين مصطفى واسلام ده يا اسطى؟ مين مصطفى واسلام ده؟ مصطفى مين؟ اسلام مين؟ هو احمد بيه بيقول لي مصطفى في واحد بقى يا اسطى انت كنت معاه في النيابه طلع جالك. مصطفى فلفل. ممكن يكون دول بجد. مصطفى فلفل عشان هم يعرفوا محمد الشيخ، نكلمهم. يبقى هم دول. انا بعت لك بجنيه. طب انا ما لحقتش. نيابه طلع جالك تاني يوم. مين ده؟ عيل مش عارف اسمه مين، الرابعه كده، عيل ابيضاني. لما انت قلت له يا اسطى طمن، قال لي كنت الساعه وما كنتش مغلق. ايوه قال لي يا اسطى النيابه ليك كانوا منكوش كده. قال لي انتوا طيبين والله. جدع ده الولد ده. هروح. لا هروح بقى، واروح. شفت الواد اللي كان فاتح عربيه قهوه 9 هو ده معايا. لا والله العظيم يا اسطى، بس عاد رجوله. بس طلع وقعد معاه. قلت الدنيا فيه قسما بالله يا اسطى. شريف يا عم، يلا لف يا شريف لف. ماشي طب المستشار انا هروح وامشي. طب ده مين ده انت؟ هم اللي بقول لك هيفصل على فكره. هو هيفصل معاهم. عربيتك فين؟ حطه في الشنطه يا اسطى. انا جعان قوي يا اسطى. تعال نروح ناكل. بقالي 3 ايام ولا 4 ايام. تاكل ايه؟ جوه ما كنتش جعان اقسم بالله. يلا كنت باكل الاكل لطيفه تاني، مش عارف اكل. مش يا عارف اسطى الوصله بتاعت تشيلك على الوصله، اعملها كده. ليه بقى بتاكل الاكل؟ يلا نفسي مسدوده. يلا نفسي مسدوده، مش عارف جوه يا اسطى 3 ايام. احنا بره ما تقلقش اخويا. الحمله هو الحمل. بندق اسكندريه دخلك بالخير، عشان انا قلت له شعوذه اتحبس، فالراجل محترم الصراحه. مش عارف ليه جاي عشان انت في العربيه. قلت لك اقفل عشان انت في العربيه. ايه في الباب؟ قلت لك تحذير عشان ما تحذرش. طب انا هقفل يا جدعان عشان انا هضيع. تحذير.